السلام عليكم ومرحبا بكم في اطار تحضيرات العيد الاضحى المبارك السعيد. غادي نقدم لكم حليوه اللي سهله وبسيطه، المقادير ديالها ساهلين، كتوجد حتى لاخر لحظه، ما فيها لا قوه العذاب ولا قوه الوقوف. المقادير ديالها اقتصاديين وكتعطي كميه كثيره. اول حاجه غادي ناخذ شويه ديال الكاوكاو اللي غادي ندخلو للفران حتى كيتحمر، كنصفوه من داك القشور ديالو ودرتو في الهاشوار وغادي نطحنو. هنا الطحين ما طحنوش بزاف، يعني ما غاديش نيلو، غير غادي تهرمش باش تبقى القرمشه ديالته واضحه في الحلوى. المهم على هذا الشكل صافي غادي نحتفظ به جانبا. هنا خديت التمر اللي غنحتاج، كل واحد ياخذ الكميه اللي بغا. ضفت ليها واحد الزلافه من داك الكاوكاو اللي حمرته وطحنته، قبيصه ديال الملحه وشويه ديال القرفه، يعني هادو هما المقادير. وفي الاخير غادي نزيد غير شويه الزهر. اول حاجه خديت الاناء درت فيه داك التمر اللي عندي، انا خديته معجون. هنا ممكن تاخذوا غير التمر العادي وتفوروه. ضفت ليه واحد القبيصه ديال الملحه، ضفت ليه معلقه كبيره ديال القرفه اولا حتى لجوج معالق ماشي مشكل، كتواتى معاه مزيان. وزدت زلافه ديال الكاوكاو اللي حمرته وهرمشته. صافي كنخلطوه مزيان حتى كينسجموا دوك العناصر مع بعضياتهم. من الاحسن الا كان في الثلاجه خرجوه بكري باش ما يعذبكم. شوفي ساعه يتخلط لكم، بما انه كيتلصق بزاف انا ما قدرتش نبقى خدامه بالكون، راني حيدتها. صافي دلكت داك التمر مزيان حتى دخل فيه داك الكاوكاو مزيان. هنا ممكن تضيفوا ليه حتى الجنجلان، زدت شويه ديال الزهر، روح ديال الزهر، وبقيت كنخلط. من بعد خديت شويه ديال الجنجلان اللي درتو حتى هو في الفران حتى تحمر مزيان. ماشي تحمر يعني غير تصهد واحد شويه حيت مازال تبعو الطياب. وخديت حطيته فوق سطح العمل. خديت شويه من داك التمر اللي تخلط عندي وغادي نقاد منه حريبلات. المهم القياس ديال الحرابل نتوما اللي غادي نتحكموا فيهم، بغيتوا الحلوه صغيره ولا بغيتوها كبيره ولا بغيتوها عريضه، المهم كل واحد كيدير القياس اللي بغا. شديت داك التمر بقيت كنحربلو مزيان فوق من الجنجلان حتى كيتلبس مزيان. ووركو انا غتنورك تندير الجنجلان وتنورك على داك التمر باش كيتلبس مزيان وتاخذ واحد الكميه نيت لا باس بها من الجنجلان. صافي كنبقى عليهم على هذا الشكل حتى كندوز دوك الكميه اللي عندي ديال التمر كلها. يعني الحليوه ساهله وبسيطه وكتوجد، يعني حتى لاخر لحظه توجدوها، تقدروا توجدوها حتى ليله العيد ماشي مشكل. صافي بقيت نكمل دوك الحريبلات اللي عندي، راه عطاتني تبارك الله كميه اللي راها كبيره بزاف. هنا ممكن تعوضوا داك الجنجلان تعوضوه بالكاوكاو مهرمش حتى هو كيجي زوين، تفندوه فيه كيجي رائع بزاف. من بعد ما كملت دوك الحرابل كاملين غادي تاخذوا شي اداه مغرفه اولا انا خديت هذه ديال اللي كنهزوا بها الدقيق حتى هي باش الظهر ديالها باش بديت كنفلح دوك الحريبلات. كديروا فيهم واحد الحفره من الداخل بحال اللي كتصيبوا في حلوه الساقيه ديال التلوز، يعني بهذه الطريقه اولا بالاصبع ديالكم، كل واحد الاداه اللي عنده يستعملها. صافي من بعد ما كتكملوا دوك الحراب اللي عندكم كاملين، حاولوا تعاودوا نتوركوا عليهم من جديد باش تغرق ليهم داك الحفره اللي فيهم، باش منين تجيو تعمروها بالشوكولات تلقى الشوكولات فين يتهز، يعني يهز لكم واحد الكميه نيت ديال الشوكولات. صافي هنايا راه فلحتهم وعاودت ضغطت عليهم مزيان باش غرقت لهم داك الحفره. وخديت واحد الطاوه اللي درت ليها البابي سوفيريزي وحطيتها جانبا. هنا ضروري ديروا البابي في اللاطه حيت هاد الحلوه فيها غير التمر، غير باش ما تلصقش لكم. وصافي صافي استفت دوك الحريبلات عندي في اللاطه وانا تنقادهم، الا شي واحد عوج قادوه. صافي هنا الحريبلات كاملين تستفوا. الفران راه درتو تيسخن واحد شويه، يعني ما تسخنوش الفران بزاف حيت انا غادي ندخلها الفران غير تشرب شويه، غير تغير ليها اللون ديالها. انا ما بغيتهاش طيب، بغيتها غير تشد باش تبقى عندي مده وما تخسرش. هنا جيت كنوجد في الشوكولات، خديت لي بوش، هاد لي بوش راه زوينين وتينفعوا في الخدمه، يعني الثمن ديالهم رخيص، دايرين غير بدرهم الواحد. خديت جوج بوشات كيسهلوا عليكم الخدمه ديال الشوكولات، كتلبسوهم الكاس بهذه الطريقه باش كيسهل عليكم باش تعمروهم بالشوكولات. يعني صيبت واحد الشوكولات الابيض واحد الشوكولات الكحل. صافي هنايا ذوبت شويه ديال الشوكولات، يعني القياس اللي غادي يقدني، ودرتو في داك البوش.
هنا من الاحسن الشوكولاته كاينه واحد الطريقه انكم تبقاو تذوبوه في قرعه. في القرعه ما كتبقاوش توسخوا في الماعن وداك الشيء، كتخوه من القرعه ديريكت في البوش ولا شاط ليكم، كترجعوه للقرعه وتسدوها وتخشيوها في الثلاجه مره اخرى، تديروها غير في البان ماغي وتتعاودوا تذوبوا في هذاك الشكلاط وتردوه. صافي هنا عمرت البوش ديال الشوكولاط الاسود حتى هو، وغادي نحتفظ بهم جانبا على ما خرجت الحلوى من الفران. الحلوى ما تشعلوش عليها الفوق والتحت، انا شعلت عليها غير لتحت. بمجرد ما كتصهد ويبدا اللون ديالها كيتبدل ما تخليوهاش طيب بزاف حيت الحلوى كتقصاح. صافي هنا خرجت الحليوه، ها نتوما كيف كتشوفوا راها باقيه رطبه، يعني ما تخليوهاش تشرب العافيه حيت التمر الا شرب العافيه غتولي حجره. صافي احتفظت بها واحد شويه غير بمجرد ما كتدفى ديك الحليوه ما كتبقاش سخونه، وغادي نبدا تنعمر فيها بالشوكولاط. هنا بغيتو ديروا القاعده الشوكولاط اسود وعاد تزوقوا بالشوكولاط ابيض، بغيتو ديروا بحال هذا الشكل، بغيتو ديروا الشوكولاط ابيض هو القاعده وتزوقوا بالشوكولاط الابيض، المهم بجوجهم كيجيو زوينين. صافي هنا كتخبطوا الجوانب ديال دوك الحرابل باش كيتقاد داك الشوكولاط وكتبقى فيه ديك اللمعان. كتعمروا الحريبلات اللي عندكم ولا خوا البوش راه كتعاودوا تعمروه. صافي هنا هزيت داك الشوكولاط الابيض درتو على هذا الشكل باش منين نجي نزوق به كيجيني موزع مزيان على دوك الحليوات. منين كملت خديت كوردون وغادي نبدا كنزوق به ديك الزواقه ديال ميلفوي اولا ديال حلوه الرخامه. راه كتجي حليوه زوينه وسهله، الزويقه تجي فيها رائعه. المهم يدكم تكون خفيفه الا كان الحال بارد، اما الا كان الحال سخون بحال دابا راه الشوكولاط ما تيجمدش. كنخليوها جانبا، كنخليوها تجمد اولا كندخلوها نديروها في واحد البلاطو ندخلوها للثلاجه. منين كيقصح لينا داك الشوكولاط كيتشد مزيان كنخرجوها وكنبداو تنقطعوا فيها. المهم هنا غادي درت لكم بالعرض البطيء باش تشوفوها بانها راه ما كتقطعش، ما فيهاش الكسور نهائيا. الموس خصو يكون ماضي مزيان، انا هنا درت موس كبير وما سلكنيش وعاود جبت موس صغير هو باش كملت التقطاع. الموس خصو يكون ماضي ويكون رقيق، ما يكونش الموس غليظ، ما فيهاش الكسور نهائيا، ما فيهاش الضياع نهائيا. كتقطعوا على القياس اللي بغيتوها عريضه كتعرضوها، بغيتو ديروها رقيقه تترقوها. المهم كل واحد يدير التقطيعه اللي كتسلكو. الموس راه كيمشي فيها التيجري كيف قلت لكم، كتعطي كميه كثيره كتستفوها في صحن التقديم على شكل اللي بغيتو اولا في بلاطو. كتجي الا بغيتو تحتفظوا بها راه كديروها في بواطه وكتخليوها في الثلاجه وبالصحه والراحه. وكنتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال استحسانكم وما تبخلوش عليا باللايكات والتعاليق من باب التشجيع. وكنقول لكم عيد مبارك سعيد، وجربوا هاد الحليوه راها كتجي زوينه كتجي غزاله لا في المنظر ولا في المذاق ومنفوعه، وخصوصا الوليدات الصغار ما كياكلوش التمر ولا ما تاكلوش لينا كاوكاو اولا الجنجلان، كلشي كندخلوه ليه في هاد الحلوه وكتجي منفوعه.